السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم النهاردة فيديو جديد، وصفة جديدة، وهنعمل مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. هنعمل مع بعض الدونتس، هنعمله بعجينة قطنية وهشة جدا، تحفة كده زي ما انتوا شايفين. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجة هنزل بكوبايتين وربع من الدقيق المنخول، عليهم معلقة كبيرة من الخميرة الفورية ورشة من الملح ومعلقتين كبار من السكر. وهخلط المواد الجافة بشكل كويس زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هنزل ببيضاية بدرجة حرارة الغرفة، تمام كده. وكمان نزلت بمعلقة كبيرة من الفانيليا السايلة، وكمان هنزل بربع كوباية من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة برضو، زي ما احنا متفقين ان دايما المواد السائلة كلها لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة. كمان هنزل بحوالي نص كوباية من اللبن برضو بدرجة حرارة الغرفة، نص كوباية بس. وهنعجن العجينة بتاعتنا بشكل كويس. انا دلوقتي هبتدي ان انا اعجن بايدي كده زي ما انتوا شايفين. واول ما العجينة ما تلم معايا هبتدي ان انا انزل على سطح الرخامة وافضل اعجن فيها كده زي ما انتوا شايفين لغاية لما احصل على قوام ناعم جدا ولين جدا خلاص. واهم حاجة ان العجينة لازم تكون بتلزق. حبيت اوريكم شكل العجينة قد ايه بتكون طرية وناعمة كده. هو ده القوام اللي احنا المفروض نوصل له. بنفضل نقعد نعجن في العجينة بتاعتنا لغاية لما نوصل للقوام ده. وزي ما قلت لكم هي بتلزق شوية. بعد كده هنجيب اي بولة عندنا، هنديها مسحة خفيفة جدا من الزيت، وهنحط العجينة بتاعتنا جوه البولة خلاص. وهنغطيها ونسيبها تخمر لغاية لما يتضاعف حجمها. وده شكل العجينة بتاعتنا بعد حوالي ساعتين، خمرت بشكل كويس جدا. بعد كده بنزل بالعجينة بتاعتي على سطح الرخامة، فيها رشة بسيطة جدا من الدقيق خلاص، لان احنا متفقين ان العجينة بتاعتنا بتلزق شوية. فانا مش هرش دقيق كتير، هي رشة بسيطة بس. وهبتدي ان انا افرد فيها كده زي ما انتوا شايفين، بس ما تخلوهاش رفيعة قوي علشان الدوناتس كده تطلع شكلها حلو كده ومقلبظة، تمام. وبعد كده هنقطعها بأي حاجة موجودة عندنا. ممكن بقطعة الدونت، أو لو مش متوفرة عندك ممكن بأي حاجة، كوباية أو أي حاجة خلاص. وبرضو ممكن تعملي الدوائر الصغيرة دي ممكن بأي غطاء إزازة متوفر عندك. وبعد كده بكون محضرة ورق الزبدة، بكون مقطعة على شكل مربعات كده، وبرفع عليه الدونتس بتاعتي بالراحة خالص، وبغطيه بالاسترتش راب وبسيبه لمدة نص ساعة. وبعد كده في زيت غزير زي ما انتوا شايفين وعلى شعلة هادية جدا هننزل بالدونات بتاعتنا. وبعد ثواني بسيطة بيكون سهل جدا ان احنا نشيل ورقة الزبدة كده زي ما انتوا شايفين بكل سهولة. بس اهم حاجة ان الزيت معنا يكون سخن بس مش بيغلي، تمام، علشان ما تاخدش لون من بره بسرعة وتكون نية من جوه. واول ما تاخد معانا لون ذهبي حلو كده من تحت زي ما انتوا شايفين هنبتدي ان احنا نقلبها. وهي بالمناسبة يعني ما بتاخدش وقت كبير خالص في السوا. اقصى حاجة دقيقة بالظبط على الجنب ده ودقيقة تانية على الجنب التاني وبتكون استوت وبتكون هشة جدا معانا. وده شكلها النهائي. مش شاربة زيت خالص وكمان هشة جدا وهو اخده لون حلو قوي قوي. وهنزين الدونتس بتاعتنا النهاردة بجليز اقتصادي جدا ومتوفر في كل بيت، تمام. معايا سكر بودر ومعايا كمان لبن. هنضيف اللبن بالتدريج خالص، يعني مش دفعة واحدة، معلقة معلقة كده. وبنقلب كويس لغاية لما يختلط ويوصل لقوام مناسب كده، مش خفيف قوي ومش تقيل قوي. هو ده الجليز اللي احنا هنزين بيه الدونتس بتاعتنا النهارده. وهبتدي انزل بالدوناتس بتاعتي في الجليز اللي بالسكر اللي احنا لسه عاملينه. وممكن كمان ان انا اغير في الالوان بتاعته، احط لون احمر او اخضر او اصفر، او ممكن كاكاو ويبقى بالشوكولاتة، براحتك خالص. وطبعا التزيين ده على حسب الذوق زي ما بتحبي. خلاص عايزه اوريكم بقى شكلها من جوه قد ايه هي هشه وخفيفه جدا، مش شاربه زيت خالص، تحفه بجد. يا رب الفيديو يكون عجبكم ووصفة النهاردة تكون عجبتكم، وأشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.